قبل الكلام عن ماتش الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، اركن الماتش على جنب. جماعة، هو الأهلي امتى هيفوز بمجهوده؟ الأهلي امتى هيفوز بصفقاته اللي بالملايين اللي بيجيبها؟ الأهلي امتى هيفوز؟ هو الأهلي لازم بمساعدة تحكيمية إنه يفوز عشان ياخد بطولات أو ينافس على البطولات. الأهلي قصاد سيراميكا في آخر دقيقة في الماتش، الأهلي مغلوب، الأهلي فايز 2-1 وفي كورة لسيراميكا، الكورة بلانتي، يعني كورتين أو لعبة واحدة فيها 2 بلانتي أو ضربتين جزاء. سيبك من الأولى، خلينا في التانية. الكورة بلانتي جامد يا جدعان، الكورة بلانتي واضح، الكورة حتى الفار ما استدعاش الحكم. غيروا بقى، غيروا. نفسي تغيروا. انا نفسي اشوف الاهلي ده بيفوز بطريقه جديده كده. عايز حاجه شيك، عايز حاجه طريقه كده، طريقه فيها مساعده بس بطريقه تانية. لازم التحكيم، لازم نقطه التحكيم، لازم التحكيم يساعد الاهلي. الاهلي بيعمل صفقات، الاهلي بيجيب صفقات، الاهلي بيدفع رواتب، الاهلي بيجيب مدربين اجانب، الاهلي بيجيب صفقات. الاهلي وفي الاخر الاهلي زي ما هو. الاهلي عايز مساعده تحكيميه. يعني ايه الاهلي يبقى فايز 2-1 والكوره بلانت على الاهلي في اخر دقيقه والحكم حتى ما يرجعش للفار؟ ارجع للفار، الفار يجيب الحكم. عشان كده انا بقول ان تقنيه الفار برضه هي ملهاش دخل. يعني انا بشوف ان هي مش المتحكم الاول. المتحكم الاول الحكم في الماتش. الحكم لو في عنده ضمير هيرجع للفار، ولكن الاهلي بيفوز على سيراميكا بمساعده التحكيم كالعاده.